ونيكول ايضا الاستراليه، ولذلك راح نشوف يعني تنافس قوي ما فيما بينهم. نعود للتواجد العربي. كابتن وحيد 800 متر على مستوى الرجال، وجمال سجاتي الجزائري يتواجد معنا في هذا السباق. ولو تكلمنا يعني عنه راح ناخذ حصه كامله، ولكن نكتفي بهذا القول. لنرى مشيئة الله جمال يعني يحقق نتيجة جيدة في هذا السباق، والإيمانويل الكيني مرشح الأول يتواجد في رقم 5. وانطلاق السباق مشاهدينا الأعزاء، انطلاق صحيح 800 متر رجال، وأول لفة معنا بمشاركة 14 لاعب. هو شوف اذا جات اللفه الاولى في تحت ال50 او في ال50 يعني نقول لربما تكون هناك الرقم في دقيقه 43 او 44. تمام. ولذلك لربما تكون هناك يعني شوف حتى الربط او اللي يجر او يسحب السباق في المركز الاول خاصه، يعني شوف عمل 49.60، يعني مطلوب منك 49.60 او 49 تحت ال50، ولذلك سجل 48.79. اذا سباق سريع. سباق سريع نعم، وقوي بشكل ما تتصور، خاصة يعني لما نشوف 800 متر على هذا المستوى يكون سريع. واللاعب ايمانويل ياخذ المبادرة، هو الذي يتقدم خلف اللاعب الرابط. ها هو اللاعب الرابط ينسحب، هو ايمانويل يتقدم، ايمانويل الكيني يتقدم، والملاحقة والمطاردة هو جمال يتواجد في الترتيب الثالث. الدخول الآن للترتيب الثاني من الجزائري جمال، والملاحقة للاعب ايمانويل جمال سجاتي وايمانويل. ونقترب من 100 متر الأخيرة مشاهدينا الأعزاء، والمنافسة القوية، المنافسة المثيرة، ايمانويل وجمال، ومطاردة قوية. نعم جمال سجادي شوف كيف يعني يا سلام عليك، يا سلام على الدخول، يعني خاصة يعني عمل مفاجأة بالنسبة فيما يتعلق، ولذلك الآن بالفعل يا سلام، يا سلام على الأداء، يا سلام على جمال ايمانويل. جمال يفعل كده. جمال يفوز ويتألق على لاعب يعني لديه زمن رائع جدا رائع جدا. اداء اللاعب جمال يظل التفوق والتألق الجزائري في هذا السباق 800 متر، ويعني يستكمل الاداء المميز للاعبين الجزائريين الذين شاركوا في انطلاق سباق هذا السباق. شوف مثل ما قلت لك دقيقة 41.56 إذا كانت المشي ورقم